اسئله جات لي على في كومنتات. واحده بتقول لي انا ابني رفيع جدا ومش بيدخل، مهما اديله فتح شهيه فهو نفسيته على طول مقفوله ومش بياكل كويس، وبجيب له لبن بيدياشور عشان يدخل، بس للاسف اللبن غالي جدا. طب ما انا اقول لك حاجه حلوه قوي، هو اللبن بيدياشور ده عايز الاستمراريه، يعني ان انت تاخديه لفترات طويله تفضلي ماشيه عليه. هو اللبن فعلا بره في الصيدليات بيتباع غالي جدا. في طريقه ممكن تاخديها منه، تاخدي اللبن ده تبع التامين. اول حاجه في طريقتين، يا اما تاخديه لو انت من اسكندريه تاخديه تبع مستشفى الطلبه، هتروحي العياده بتاعتك الاول وتكشفي هناك تغذيه، والعياده هتحولك على مستشفى الطلبه، والدكتور هناك هيكشف على ابنك وهيقيس طوله ووزنه، لو هو فعلا ضعيف جدا فهيديله لبن بيدياشور. دي اول طريقه هتاخديها. تاني طريقه في اسكندريه برضو مستشفى سموحه الجامعيه اللي هما بيقولوا عليها الميري الجديده، المستشفى اللي في وش النزهه، عشان في عياده سموحه، لا دي المستشفى اللي في وش النزهه. المستشفى دي برضو فيها البان كتير جدا، بتتعاطى مجانا للاطفال. يعني انتوا بس روحوا بعيالكم، روحي بابنك ابعتي الرساله واكشفي عليه هناك في عياده برضو التغذيه، تمام. وهناك الدكتوره هتحدد له اللبن اللي هو محتاجه. وفي اطفال كتير عندهم حساسيه من نوع معين وبياخدوا لبن معين ومش عارفه ايه، ففي هناك انواع كتير من الالبان. بس حاليا يعني في ساعات بيبقى موجود متوفر في المستشفى وساعات يبقى مش متوفر مش موجود. فانت بس روحي الاول، وعشان تعملي لابنك ملف هناك وهيدوكي كارت، بعد كده تروحي تجيبي لابنك اللبن من هناك، ما تشتروش من بره ولا حاجه. ورب يشفي ابنك ويخليه لك كده ويكبر ويبقى زي ما انت عايزه، وربنا يشفي اولادنا ويحفظهم لنا.